والنهاردة كان اليوم المنتظر للإعلان عن الآيفونز سلسلة ال15 وال15 برو والأبل واتش الجديدة كمان سيريز 9. وتقريبا دول الحاجتين الوحيدين اللي تم الإعلان عنهم النهاردة في المؤتمر ده. كان مؤتمر طوله حوالي ساعة ونص كده، فأنا هحاول ألم لك المختصر المفيد في الكام دقيقة الجايين دول. فلو مهتم تعرف اللي تم الإعلان عنه النهاردة في المؤتمر بالتفاصيل المهمة اللي موجودة فيه، اتفرج على الفيديو الآخر وما تنساش تقولي رأيك في الكومنتات. يلا بينا. صباح الخير ومساء الفل على الكل. انا اندرو وديد ولسه مخلص حالا فرجة على المؤتمر بتاع ابل للاعلان عن الايفونز الجديده. والحقيقه حاجات كتير من اللي احنا كنا متوقعينها وعارفينها من التسريبات كانت موجوده، لكن في شويه حاجات برضو تانية لا. فتعالى نعدي كده على اللي حصل النهارده حاجه. مبدئيا طبعا ابتدى لك الفيديو بالشطات السينمائيه الجميله جدا، بعد كده ابتدى يجيب لك لحظات من حياه اشخاص فرقت معاهم جدا المنتجات بتاعت ابل، وان الابل واتش انقذت فلان الفلاني من ان هو كان هيموت لما حس ان النبض بتاعه اختلف، وشخص تاني عمل حادثه بالعربيه والتليفون عمل على طول كراش ديتكشن وبعت للامرجنسي وللبوليس وجم انقذوه. والحقيقه شويه قصص مؤثره وقويه وجميله جدا ومتصوره كمان بشكل يعني مؤثر جدا يعني عاطفيا. حتى في جزء كده واحد جات له رساله بالعربي على موبايله عيد ميلاد سعيد يا حبيبي، عشان يعني يقول لك ان الناس دي بعد ما تم انقاذ حياتهم عرفوا يحتفلوا باعياد ميلادهم اللي كان ممكن جدا ما يقدروش يحتفلوا بيها. خلصوا الجزء ده وفكرونا بالمنتجات الجديده اللي تم الاعلان عنها مؤخرا زي الماك الجديد سواء الاستوديو او الماك برو. وطبعا جابوا سيره الفيجن برو النظارات اللي هنلبسها بعد كده، وقال لك ان هم ماشيين على التراك المظبوط وان شاء الله يعني تكون جاهزه اول السنه الجايه زي ما وعدونا. بعد كده ابتدوا الكلام على الابل واتش سيريز 9 الجديده اللي هي شكلها الحقيقه بالظبط زي اللي قبلها، ما اختلفتش تقريبا خالص، لكن دلوقتي بقى موجود جواها الشيب او المعالج الجديد الاس 9 اللي هو المفروض ان هو اسرع واحسن على ناحيه السي بي يو وناحيه الجي بي يو، على اعتبار يعني دي حاجه بتفرق قوي في استخدام الساعه. لكن قال لك ان هي يعني اسرع وادائها احسن، لكن مع كل التطورات دي لسه برضو نفس البطاريه اللي بتقعد 18 ساعه، والحاجه دي كانت حاجه محبطه شويه، كان نفسي اشوف بطاريه اطول بقى. وقال لك كمان دلوقتي مع المعالج الجديد تقدر تستخدم السيري على الساعه من غير اي اتصال بالانترنت، وكل حاجه بتكون موجوده على الجهاز بتاع الساعه نفسه، فهترد عليك اسرع. والموضوع طبعا في الخصوصيه افضل لان ما بتحتاجش تروح للانترنت تشوف الاجابه ايه وترجع تقولها لك تاني. وطبعا بفضل الاي او اس 17 والواتش او اس الجديد دلوقتي تقدر تخبط ساعتين في بعض عشان لو عايز تتبادل ارقام التليفونات مع حد، بس تقرب الساعتين من بعض كده وتلاقي الارقام اتنقلت والدنيا لذيذه وسهله. دلوقتي كمان الساعات دي بقى جواها الجيل الثاني من الالترا وايد باند شيب اللي هي بتساعدك في انك تلاقي الاجهزه بتاعتك يعني، فبقى الموضوع اكثر دقه. تقدر ان انت دلوقتي لو عايز تدور على الموبايل بتاعك تلاقيه ظاهر على طول على الساعه سهم كده والبعد بتاع الموبايل قد ايه، وتفضل ماشي بتقرب لغايه ما توصل للموبايل بتاعك لو انت مش لاقيه. طبعا الموبايل ده اللي هو الايفون يعني، ما تفكرش في حاجه تاني. وعموما هنسمع عن الشيب الجديده دي يعني في كل المنتجات اللي هنتكلم عنها النهارده. الشاشه كمان بتاعه الابل واتش سيريز 9 بقت الاضاءه بتاعتها ساطعه اكتر بكتير، بتوصل لغايه 2000 نتس، وده رقم ما سمعناهوش قبل كده عن الساعه الابل واتش العاديه. فدي هتساعدك انك تشوف الساعه ايا كانت ظروف الاضاءه ايه، سواء في الشمس او في الضلمه خالص بتنزل لغايه 1 نت عشان لو الدنيا ضلمه يعني والاولويز اون ديسبلاي شغاله، او حابب انك تشوف الساعه والدنيا كحل ما توجعلكش عينيك وما تحسش ان الشاشه يعني ساطعه زياده، فواحد نت ده يعني يعتبر ولا حاجه تقريبا، ودي حاجه كويسه. وبعد كده اعلنوا عن خاصيه جديده تعتبر الاهم في الابل واتش، وهي ان دلوقتي تقدر تتحكم في الابل واتش لو ايدك اللي ما فيهاش الساعه مشغوله او شايل حاجه، انت عايز تدوس على حاجه في الابل واتش في ايدك اللي فيها الساعه، فبس انت بتعمل كده بصوابعك. بتفكرك بايه الحركه دي؟ تقريبا عايزين الناس تتعود على الحركه دي عشان لما يجيبوا بقى الفيجن برو يقعدوا يعملوا كده عشان يتحكموا في اي حاجه، فبيقول لك يعني ابتدي تتعود على الحركه دي من دلوقتي. الحركه دي بقى اسمها دبل تاب جستشر، ودي بتساعدك ان انت مثلا ممكن ترد على التليفون بايدك اللي فيها الساعه، او تقفل التليفون، او تعمل وظائف كتير جدا. الساعه بتقدر تعرف انك عملت كده عن طريق السنسورات اللي موجوده جواها، او عن طريق كمان انها بتتابع نبضات القلب اتغيرت بسرعه بشكل عامل ازاي نتيجه للحركه دي. ودي انا بصراحه شايف ان هي حاجه ذكيه ولطيفه وعمليه جدا، خاصه فعلا لو ايدك التانيه مشغوله ومش عارف انك تدوس على الساعه. وبعد كده وراك شويه الوان جديده موجوده من الساعه، كلها الوان هاديه كده بما فيهم اللي مسمينه بينك، انا مش شايفه بينك قوي بصراحه. بعد كده دخلوا لك في حته تانيه بقى شغلاهم جدا واخدت حيز كبير قوي من المؤتمر، قالوا هي اهتمامهم بالبيئه، وان هم يعني كل حاجه دلوقتي بقت جرين ومفيش بقى انبعاثات ثاني اكسيد الكربون قوي، والموضوع ده اتحقق
بنسبه كبيره جدا مع الابل واتش الجديده. فعملك فيلم كده طريف ان واحده ست جت وقال لك بقى هي دي المذر نيتشر او يعني الطبيعه بقى جايه تتكلم معاهم تقول لهم ها عملتوا ايه وهل فعلا وفيتوا بالوعود اللي قلتها لي ولا لا، وبقى بتنقذوا كوكب الارض ازاي ولا بتعملوا ايه والكلام ده كله. وتيم كوك بقى يقعد يرد عليها ويبصوا لبعض كده نظرات كوميديه جدا. وملخص الموضوع ان هو بيقول لك ان الابل واتش سيريز 9 الجديده هي اول منتج من ابل اسمه كاربون نيوترال، وده معناه ان هو بيتم انتاجه ب 0% انبعاثات ثاني اكسيد الكربون. هو الحقيقه مش 0%، هو في شويه انبعاثات لكن بيعوضوها بان هم بيزرعوا شويه اشجار فده بيشيل ده. فقال لك احنا كده ما اثرناش على البيئه في اي حاجه. بعد كده قال لك عملنا شويه باندز للساعه او يعني اوستيك للساعه كده، برده كلها حاجات يعني بتحافظ على البيئه والكلام ده كله. وفي الاخر قال لك ان سعر الساعه الابل واتش الجديده $400، تقدر تطلبها النهارده وتكون متوفره من اول يوم 22 سبتمبر. دخلوا بعد كده على الابل واتش الترا 2 اللي هي الجديد من الابل واتش الترا، والحقيقه هي مش جديده في حاجه قوي، هي تقريبا نفس الساعه بالظبط، بس برضه حطوا فيها الشيب الاس 9 الجديده بنفس الحركه بتاعت يعني الدبل تاب دي. والشاشه دلوقتي بقت بتوصل ل 3000 نتس ماكسيمم برايتنس، فده سطوع عالي جدا هيساعدك حتى في موضوع انك تقلبها كشاف في الضلمه. واضافوا واتش فيس جديد كده اسمه الترا موديولر بيخليك يعني تستخدم وظائف كتير في الساعه في نفس الوقت، لكن للاسف ما زالت بتيجي بنفس عمر البطاريه اللي هو كويس يعني 36 ساعه، او لو على الباور سيفنج مود بتوصل ل 72 ساعه. لكن كان نفسي اشوف تطور اكتر في الحته دي بصراحه. الابل واتش الترا 2 بتيجي بنفس سعر $800 وبرده تقدر تطلبها النهارده وتبقى متوفره يوم 22 سبتمبر. واخيرا الابل واتش اس اي الاقتصاديه خالص لسه بتنزل بسعر $250 برده دلوقتي. وبكده قفلوا الكلام على الابل واتش ودخلوا على الجزء الاهم في المؤتمر وهو الايفونز الجديده. هم 4 تليفونات زي السنه اللي فاتت، الايفون 15 وال15 بلس وال15 برو وال15 برو ماكس، مفيش الترا بقى والكلام اللي سمعنا عنه ده. ال15 وال15 بلس نفس التليفون بالظبط، لكن فرق حجم الشاشه برده 6.1 بوصه و6.7 بوصه. لكن دلوقتي بقى فيها الدايناميك ايلاند اللي شفناه في البرو السنه اللي فاتت، دلوقتي موجوده على كل لاين الايفون 15، فدي حاجه لطيفه. والشاشه الاولد كمان اللي موجوده في الايفون 15 وال15 بلس تقدر توصل لغايه 2000 نتس، ودي برده درجه سطوع كويسه جدا. الديزاين يعتبر ما اختلفش قوي، لكن لو بصيت على البروز بتاع الكاميرات هتلاقيه بقى طالع دلوقتي من البادي بتاع الموبايل كده بكيرف، يعني شكله لطيف بصراحه. انا عاجبني، ما بقتش يعني قطعه من الازاز الملطوعه على ظهر الموبايل، فدي حاجه شكلها حلو موجوده في الموديلات دي وفي موديلات البرو، بس يعني مع اضافات احلى كمان في الخامات. هنجيلها ما تستعجلش. عندك 5 الوان في الايفون 15 كلها الوان هاديه كده وما فيهمش حاجه مطرقعه، انا بعتبرهم زي الباستيل كده، شيك عاديين ما فيهمش حاجه يعني مميزه زياده. والازاز اللي على وش الايفون 15 الجديد بقى برده هو السيراميك شيلد، وده الحقيقه يعني بيستحمل وكويس جدا ودي حاجه حلوه. وبعد كده دخلوا يتكلموا شويه عن الكاميرات. الكاميرات في ال15 وال15 بلس دلوقتي بقت بسنسرز جديده 48 ميجا بكسل، خلاص ما بقاش فيه ال 12 ميجا بكسل للكاميرا الرئيسيه، ودلوقتي تقدر تدمج البكسلات مع بعض علشان تطلع بصوره نهائيه 24 ميجا بكسل بدل 12 في الجيل اللي كنا بنشوفه قبل كده. والحقيقه الكواليتي بتاعت الصور واضح ان هي احسن والريزوليوشن اعلى وشارب وجميله جدا فعلا، فانا اتمنى اشوف ده في الحقيقه زي ما شفته في الصور بتاعته. سنسور الكاميرا الرئيسيه كمان دلوقتي بقى فيه اوبشن ان انت تعمل 2x او تقرب فيه اكتر وتاخد برده صوره جودتها عاليه جدا، ما حصلش اي تقليل في الكواليتي فيها. فكأن بقى عندك 3 عدسات، الالترا وايد والعاديه وال2x اللي هي بتكروب في الاساسيه، بس انت عندك عدستين بس. نظام البورتري كمان اتحسن وبقت جودته احسن بكتير من قبل كده، حتى انت دلوقتي لو في بني ادم بص للكاميرا مش محتاج انك تختار البورتري، هو بيعرف من نفسه كده ان هو ممكن يقلب على البورتري وتصور بورتري، وبعد ما تصور حتى لو في اكتر من شخص تقدر تتحكم انت عايز الفوكس يبقى على القريب ولا البعيد ولا كله في الفوكس. الموضوع كله يعني بالكمبيوتيشن فوتوغرافي او يعني تدخل السوفت وير في تحسين الصور. بقى عندك كمان اكشن مود في الايفونات العاديه مش البرو، وده بسبب برضو السنسور الجديد ال 48 ميجا بكسل، ده المود اللي هو تجري عادي كده وتلاقي الصوره ثابته في الاخر في الفيديو. بعد كده دخلوا يتكلموا عن المعالج اللي موجود في الايفون 15 وال15 بلس، وطبعا المعالج ده يعني مفاجاه فظيعه، الا وهو الاي 16 بايونيك بتاع ال14 برو العادي اللي كان موجود السنه اللي فاتت. طبعا قعدوا يتكلموا شويه عن مميزات المعالج وقد ايه هو فارق عن الجيل اللي قبله وبتاع، حسيت ان هم بالظبط بيتكلموا عن نفس الحته كده بنفس الكلام اللي قالوه لما عرفونا على المعالج ده في ال14 برو السنه اللي فاتت. فيعني اداؤه كويس طبعا من غير ما نحتاج نخش في الارقام بقى والتفاصيل. عندك بطاريه برضو بتكمل اليوم، ما بيقولوش طبعا كام ملي امبير، والبلس كمان بطاريته اكبر شويه بس برضو بتكمل اليوم يعني مفيش حاجه. وبرضو هنا حطوا الالترا وايد باند شيب الجيل الثاني عشان تلاقي بقيه اجهزتك يعني بشكل ادق. واتكلموا عن اضافه جديده ليها علاقه بالاتصال بالاقمار الصناعيه عشان حد يجي يساعدك بقى لو عطلت بالعربيه على الطريق ولا حاجه، لكن دي حاجه مش هتاثر على اي حد غير الناس اللي عايشه في امريكا، احنا هنروح نعيط في ركن كده عادي. واخيرا ميزه اساسيه منتظره وكانت متوقعه، ان دلوقتي الايفونز الجديده كلها بتيجي بيو اس بي سي، ما عادش فيه لايتنج خلاص، وده قال لك علشان بقت حاجه يونيفرسال في العالم كله،
مش عايزين يقولوا ان هم بالعافيه يعني اجبروا يعملوه، لكن تمام يعني. اضافوا كمان اليو اس بي سي في علبه الايربودز برو، وحتى السماعات الايربودز اللي بسلك بقت يو اس بي سي عشان تقدر تستخدمهم عادي بقى كلهم بنفس السلك. لكن ما اتكلموش عن سرعات النقل ولا اي حاجه. اتوقع ان ده يعني ابطا يو اس بي سي حاطينه في الايفون 15 وال15 بلس، عشان في البرو يعني اسرع شويه. سعر الايفون 15 بيبتدي من $800 وال15 بلس بيبتدي من $900 للمساحه ال 128 جيجا. وبعد كده الكلام راح لاخر واهم حاجه، سلسله البرو من الايفون 15. الحقيقه الاختلافات مش جوهريه محوريه رهيبه، لكن هو في 3-4 حاجات كده اساسيين هم اللي اتغيروا في التليفون ده. اول حاجه ان هو بقى بيجي بتصميم وخامات من التيتانيوم او التيتانيوم، ودي خامه الحقيقه قويه جدا. انا بستخدمها مع الابل واتش الترا من ساعه ما نزلت يعني، والحقيقه شيك جدا وبتستحمل جدا وخفيفه، ودي كلها ميزات حلوه جدا. فبالتالي ده بقى اخف ايفون برو لغايه النهارده. وبعد كده لك بيستخدموه في سبيكه كده يعني، ما هوش تيتانيوم صافي لكن اقوى كمان، ونفس الخامه اللي بتستخدم في الروبوتات اللي بتمشي على كوكب المريخ. الحواف كمان صغرت شويه، ما اتكلموش قوي عن الارقام بتاعتها، لكن واضح ان هي صغرت شويه في نفس حجم البادي بتاع الموبايل، فده هيديك تجربه احسن يعني. ال15 برو هيجي باربع الوان او 4 يعني فينيشز من التيتانيوم، لان هم مش الوان قوي. قال لك عندك الوايت تيتانيوم والبلاك تيتانيوم والبلو تيتانيوم والرو تيتانيوم او الخام يعني كده زي ما هو. وهي بصراحه كلها الوان شبه بعض، فيما عدا يعني ان واحد مزرق والباقيين كلهم على رمادي كده، بس غامق وفاتح ونص نص. قول لي كده احلى لون عجبك فيهم، لان الموضوع محير شويه في الاربعه دول. تاني اكبر اختلاف ان دلوقتي الزرار اللي طول عمرنا يعني متعودين عليه في الايفون عشان تعمله سايلنت ما بقاش كده زرار بيتزق، لكن بقى اكشن باتن زي اللي موجود في الابل واتش الترا. يعني ده زرار على الجنب كده، هو باي ديفولت يعني شغال ان انت تعمله سايلنت او بصوت برضو، لكن تقدر تخصصه لاي حاجه تاني. تقدر تفضل دايس دوسه طويله فيعمل فايبريشن فيروح لحاجه معينه، او دوسه صغيره فيعمل حاجه تانية. تقدر تخصصه يعني باشكال مختلفه، وانا شايف ان دي حاجه لطيفه جدا. ثالث حاجه جديده مهمه في الموبايل ده هو المعالج اللي فيه، اللي اسمه A17 برو مش بايونيك برو. ودي الحقيقه بتخليني اتساءل، هل السنه الجايه اللي هينزل في ال16 العادي هيبقى A17 بايونيك مش برو بقى، ويقللوا شويه في الامكانيات دي؟ هقول لك بعد شويه ممكن يشيلوا ايه. المعالج الجديد بيجي بمعماريه 3 نانومتر، وده اختراع بصراحه يعني، ممكن يخلي التليفون ما يسخنش زي ما احنا متعودين مع الايفون، واداؤه طبعا احسن بشويه حلوين. جواه 19 مليار ترانزستور، وبيجي كمان ب6 كور سي بي يو، 2 هاي بيرفورمانس و4 علشان يوفروا في الطاقه. والنيورال انجن كمان اللي هو يعني بيفكر كده في الموبايل بقى اسرع مرتين كمان من الجيل اللي فات. وتاني اخيرا اليو اس بي سي بقى موجود في سلسله البرو، لكن المره دي اسرع كمان من اللي في ال15 العادي. دلوقتي يو اس بي 3 سبيدز، ما هياش ثاندر بولت يعني برضو السرعه الرهيبه. يمكن ده هينزل في ايفون السنه الجايه، لكن ده ممكن ينقل لك بيانات بسرعه 10 جيجا بت في الثانيه. البطاريه برضو قال لك هتكمل اليوم عادي، ما شفناش يعني اختلاف فظيع، بس ما سمعناش عن ريفرس تشارجنج، انك مثلا تحط الايربودز بتاعتك على ظهر التليفون فتتشحن بالعكس او حاجه. ما سمعناش عن سرعات شحن اسرع. كل الحاجات دي بصراحه فيها شويه احباطات كده. بعد كده اتكلموا عن الجي بي يو او معالج الرسوميات، والمره دي مسمينه برو جريد. هل ده السبب في ان اسمه A17 برو؟ وبعد كده لو في A17 بايونيك السنه الجايه هيبقى المعالج بتاع الجي بي يو اضعف شويه؟ جايز. المهم الجي بي يو اللي هنا ده 6 كور وضعف السرعه بتاعت الجيل اللي فات. لكن قال لك اهم حاجه بقى ان في ري تريسنج في الهاردوير نفسه مش سوفت وير، ودي حاجه يعني بتحسن جدا الانعكاسات اللي انت بتشوفها في اي لعبه او حاجه بيتعمل لها رندر، فهتاخد اداء اسرع 4 مرات كمان من الحاجات اللي بتتعمل بالسوفت وير مش الهاردوير ري تريسنج. وابتدوا بقى يجيبوا ناس بتتكلم عن الالعاب، وعجبني بصراحه والناس بتتكلم لان كل واحد جاي من لعبه كان متصور في سات كده تحس ان هو في اللعبه نفسها، والموضوع معمول له اخراج كده بشكل لطيف جدا. لكن طبعا كانوا لازم يجيبوا حد يتكلم في حته الالعاب دي ويقول كلام مهم جدا يفرق معانا كلنا، زي مثلا مش محتاجه شرح يعني. واخيرا اتكلموا عن الكاميرات في سلسله البرو من الايفون 15 اللي هي يعني انا شايف ان ما اتحسنتش قوي يعني، لكن في شويه اضافات لطيفه اتحطت. فقال لك دلوقتي انت تقريبا عندك 7 عدسات في الثلاثه اللي موجودين في ظهر التليفون. فالكاميرا الاساسيه دلوقتي تقدر تصور 1 اكس عادي اللي هو تقريبا 24 مللي بعد بؤري، لكن ممكن تقرب شويه فتبقى 28 او تقرب اكتر فتبقى 35، ودي كلها ابعاد بؤريه مهمه جدا لاي حد بيصور. وده كله بفضل السنسر ال 48 ميجا بكسل، لكن المحسن عن الجيل اللي فات، والمحسن كمان عن اللي موجود في ال 15 العادي. سنسر اكبر شويه لكن بنفس الريزولوشن. برضو السنسر ده هيطلع لك ممكن في الاخر صور 24 ميجا بكسل باداء كويس جدا وجوده عاليه جدا. والكاميرا الزوم اللي في البرو العادي 3 اكس او اللي هي تعادل 77 مللي برضو اداها قال لك كويس جدا. لكن العدسه بقى الزوم اللي في البرو ماكس
مختلفه شويه عن اللي في البرو العادي، لانها بتيجي ب 5 اكس بدل 3 اكس اوبتيكال، اللي هو يعادل تقريبا 120 مللي. هتطلع لك صور زوم احلى شويه، لكن انا شخصيا مش حاسس ان هي هيكون ليها يعني اضافه قويه قوي في تجربه التصوير. هتقدر بس تعمل زوم اكتر شويه بريزولوشن كويسه، لكن مش بحسها حته التليفون قوي بصراحه. وعندك العدسه الالترا وايد بقى، لما تقرب من اي حاجه هتقلب لمود الماكرو عشان تصور حاجه من قريب جدا كده بتفاصيل كتير، وكده تقدر تاخد ال7 عدسات من ال3 اللي موجودين في الظهر. ودلوقتي لو انت مهتم تصور برو ريز فيديو بالموبايل ده، تقدر تسجل على هارد اكسترنال مش لازم على التليفون دايركت، وتقدر كمان توصل ل 4K 60 فريم في الثانيه على نظام البرو ريز. حاجه اخيره انا شايفها لطيفه برضو في الكاميرات بتاعت التليفونات دي، ان انت دلوقتي لو قلبت التليفون بالعرض، العدستين اللي هم جنب بعض فوق دول يقدروا يصوروا سبيشال فيديو، عشان تقدر تاخد فيديوهات 3D كده تتفرج عليها فين بقى؟ في الفيجن برو بتاعت ابل. لكن الخاصيه دي هتكون متوفره اخر السنه، عشان على ما تستخدمها مع الفيجن برو السنه الجايه تكون الدنيا كده متسيستمه مع بعض. واخيرا على عكس التوقعات الاسعار ما زادتش، ودي حاجه كويسه. الايفون 15 برو بيبتدي من $1000، وال15 برو ماكس بيبتدي من 1200، لكن بمساحه ال 256 جيجا اللي هو تقريبا سعر 256 جيجا بال14 برو ماكس قبل كده. تقدر تطلب التليفونات دي كلها بدايه من الجمعه 15 سبتمبر، وهتكون متوفره من اول يوم 22 سبتمبر. واخيرا قال لك في شويه بلانز وباقات جديده كده للاي كلاود لو انت مهتم بيها. ودي كانت كل حاجه في المؤتمر، حاولت الخص لك المفيد كده على قد ما اقدر. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وما تنساش تتابعني على انستجرام وتيك توك لفيديوهات قصيره لطيفه وستوريز لحياتي اليوميه. ولو عندك سؤال في اي حاجه او افكار لفيديوهات حابب تشوفها، او تقول لي رايك حتى في الايفونات الجديده والكلام ده كله، اكتب لي ده في الكومنتات وانا هقرا الكومنتات كلها، واشوفك في الفيديوهات الجايه. سلام.